حاجه بايخه قوي لما تبقى الدنيا مكركبه معاك والدنيا بايظه وما انتش لاقي لها حل، ويجي لك واحد يقول لك ما تيأس ما تيأس وكمل، ويقوم سابك وماشي. ايه ده بس كده عادي؟ هو زرار هدوس عليه اوقف خاصيه اليأس ولا الموضوع بيبقى ازاي؟ وتصدق بالله انا بسجل لك الفيديو ده دلوقتي وانا يائس تماما من انه يتشاف من اكتر من 2-3. بكمل في تسجيل الفيديوهات وانا يائس تماما ان القناه دي هتنجح. طب ايه اللي بيخليني اكمل او ايه اللي بيخليني استمر؟ مش اني قررت ان انا ما يأس، لا انا بكمل وانا يائس عادي. اكتشفت ان انت لما تقول انا مش هيأس ده مش معناه ان انت تصحى تاني يوم متفائل وشجاع وجميل وحاجات حلوة جدا، لا. لما اخد قرار ان انا مش هيأس، اذا انا هبدأ رحلة عدم اليأس، رحلة طويلة ممكن تستغرق ايام، ممكن تستغرق اسابيع، شهور، الله اعلم. طب ليه لازم الوقت اخد قرار ان انا مش هيأس؟ علشان ببدأ الرحلة دي من وقت ما قررت، وده يندرج تحته اي قرار ايجابي بتاخده في حياتك، اي تغيير ايجابي بتاخده في حياتك. مش معنى كده ان انت بتصحى تاني يوم تلاقي نفسك شخص تاني. فانا ببدأ قراري من النهارده علشان الفتره دي تبدا معايا من النهارده، ما تتاجلش. طب تعالى كده بقى نفكر خلال الفتره اللي احنا هنتغير فيها من شخص بائس يائس لشخص بيحاول انه ما يكونش يائس. هنعمل ايه؟ اول حاجه نعترف بالمشكله، ما تقولش انا تمام، ما تنكرش اللي انت حاسه، ما تستعيبش كلمه انا يائس فما تقولهاش، لا قولها بينك وبين نفسك واعرف بالظبط المشكله وحددها. ما تنكرش ان جواك مكركب والدنيا بايظه. الاعتراف اول خطوه للعلاج. اول حاجه تعترف لنفسك وتبقى واضح قدام نفسك. ليه؟ لان لما اعترف ان انا مش تمام واحس ان انا مش تمام، اكيد هاخد خطوات ان انا اتحرك علشان اكون احسن. تاني حاجه، بص هما دايما يقولوا لك الحاجه اللي بتخوفك او الحاجه اللي بتقلقك او الحاجه اللي بتضايقك او مش عارف ايه، ولازم تواجه وجها لوجه ومش عارف ايه والكلام الحلو ده. طبعا ده كلام جميل جدا، ولكن احنا دلوقتي في مرحله يعني عارف بنلملم اوراقنا، فخلينا نبعد شويه بشكل مؤقت عن اللي بيهدمنا، سواء كان شخص او سوشيال ميديا. طبعا لما بتفر في السوشيال ميديا او بتسكرول فيديوهات بلا هدف، وبالذات الفيديوهات القصيره، ده بيأثر على فكره على نفسيتك وعلى كل حاجه سيئه فيك او حتى افكارك القديمه. الكلام ده انا بقوله لنفسي قبل ما بقوله لك، لان اكتشفت انا متاكد ان انا عندي اخطاء في التفكير كتير جدا، وعارف ان انا عندي افكار مخلياني ماشي متبرجل، ورغم ان عارف ان هي افكار غلط وعارف ان انا لازم اغيرها، الا انها مأثره فيا. ما هو بقالها مليون سنه مأثره في دماغي وسلوكياتي وحياتي كلها على اساسها. طب ازاي تتغير؟ اخدت وقت كبير جدا علشان افكر ازاي اغير الاخطاء اللي في التفكير عندي واستبدلها بافكار بقى صح. يعني مثلا فكرتي عن نفسي ان انا مش تمام، انا ما بقدرش اقوم بمهمه معينه، او انا دايما فاشل، او الكلام ده كله نتيجه مواقف كتير جدا وايام كتير جدا وسنوات كتير جدا متراكمه على بعض، ومواقف كتير ثبتت الافكار دي. مش من السهل ان انا اجي دلوقتي ادوس على زرار التغيير فتاني يوم الاقي نفسي لا تمام وشايف نفسي بشكل ايجابي والحياه جميله والشمس طالعه. اكيد ما فيش الكلام ده، فعشان كده احنا بنتكلم في الفيديو ده. فلما قعدت ابحث ازاي استبدل الافكار الغلط بافكار تكون طيبه شويه، مش هقول لك افكار صح، يعني خليها افكار طيبه شويه، الافكار اللي هي بتجلد الواحد وتخليك تحس ان انت دايما فاشل ودايما مفيش فايده، فبتخليك يائس وتبقى شايف سواد في اللي جاي كله. طب ازاي استبدلها؟ اول حاجه سيبها زي ما هي، تجاهلها تماما، وتتجاهلها مش عن عمد. يعني عارف انت ايه، كان في مشكله كبيره جدا لما اجي اغير افكاري اللي هي الغلط. كان عندي مشكله ان انا كل شويه اروح افكر كده بالتفكير الغلط ده، اشوفه كده لسه موجود ولا لا، الفكره دي لسه مأثره عليا ولا لا، اروح اختبرها كل شويه، اشوف كده هو انا لسه مقتنع ان انا فاشل فعلا ولا لا. ابص الاقي نفسي بقع. يعني عارف انت بتجرب كده الحته دي بتزحلق ولا لا، وتحط رجلك كده وتشوف، ما بتشوف ايه، انت كده هتتزحلق. مفيش مانع خالص ان انت تسيبها زي ما هي، ولكن زود الافكار الايجابيه عن نفسك او عن اللي حواليك، او اي افكار ايجابيه وخلاص، مش لازم تكون عن نفسك. يعني فكره ان انا فاشل ممكن استبدلها بفكره ان انا النهارده ما وفقتش عشان انا كان في سبب 1 2 3، احط ايدي على الاسباب واحاول ان انا اعالجها. مفيش فشل في المطلق، بس انا عندي فكره غصب عني مسيطره عليا ان انا فاشل في كل حاجه، وكل حاجه هعملها مكتوب عليها الفشل. فده استبدلها بايه؟ استبدلها بافكار ايجابيه من غير ما اقعد اختبر الافكار السلبيه هل هي لسه موجوده ولا لا. مش عارف انا عارف اوصل لك دي ولا لا، بس اكيد انت فاهم. ثالث حاجه، ودي نفعت مع ناس كتير واتكلموا عنها، اكتب اللي جواك على ورقه. استخدم الورقه والقلم، اكتب خوفك، حزنك، غضبك، اكتب الحاله اللي انت بتفكر فيها دلوقتي، اكتب افكارك مهما كانت هبله عبيطه اكتبها، وبعدها ارجع واقراها تاني وحاول ان انت تحللها وتكتب لها نقط للحل او للاسباب او ايا كان. اتكلم مع نفسك بالورقه والقلم علشان ما تبقاش فكره سلبيه معينه كده عايمه في دماغك انت مش عارف تمسكها، لا امسكها واقبض عليها وحطها قدامك على الورقه اللي قدامك علشان ما تتحركش لا هنا ولا هنا، لان كل ما الفكره السلبيه بتتحرك في دماغك كل ما بتكبر زي كره التلج كده. رابع حاجه، حدد اهداف
صغيرة قوي. يعني ما تقولش انا عايز اتغير كليا او ان انا عاوز اتغير كلي وابقى شخص تاني، ما فيش الكلام ده. وزي ما قلنا في اول الفيديو، ابدأ بحاجة بسيطة. دخل عادة جديدة في حياتك زي ممارسة الرياضة 5 دقائق يوميا مثلا. يعني مثلا انا بقول مثلا لو ما عندكش عادة القراءة، هات كتاب واقرأ كل يوم صفحة. اخرج اتمشى، لو اول مرة ابدأ بس انا محدد النهاردة مثلا ربع ساعة ماشي او نص ساعة ماشي، لان كل هدف صغير بتحققه بيدفعك ان انت تحقق هدف اكبر، حتى لو اكبر حاجة بسيطة. بس كل يوم هتلاقي اهدافك بتكبر وهتلاقي قدرتك على الانجاز بتكبر. واحنا قلنا الانجاز بيجيب انجاز. انجز حاجات صغيرة هتشجعك ان انت تنجز حاجات اكبر، ولما تنجز حاجات اكبر اكيد هتديك ثقة. فلما تبدأ حاجة جديدة وتلاقي المشوار طويل وتلاقي الموضوع صعب، اكيد مش هتيأس. خامس حاجة، نظم نومك واكلك. كأنك كده جسمك ده اعتبره عربية وانت بتاخدها توكيل، بيشيكوا عليها كده كل فترة. جسمك لو مش مرتاح دماغك هتشتغل ضدك، وكتير جدا تحس ان انت قايم من تعب او من دور برد، تحس ان انت مزاجك وحش وكل الافكار السلبية نازلة ترف على دماغك، تحس ان انت مخنوق. خلي بالك من جسمك، وده هيأثر على نفسيتك اكتر مما تتخيل. ومفيش داعي للشبحانة اللي هو الواد اللي ما بينامش الا الصبح. خد كفايتك من النوم. تسقيف الناس اللي حواليك واصحابك اللي حواليك مش هينفعوك، جسمك هو اللي مكمل معاك. نظف دوايرك دايما. سادس حاجة، اتكلم مع حد بتثق فيه. فده هياخدنا اننا نعمل ايه؟ ان احنا لازم ننظف دوايرنا. لازم اصحابي يكونوا من الناس الجامدين اللي اتكلمنا عنهم في كل فيديو تقريبا فات. اصحابك او الناس القريبين منك اللي دايما بتسمع منهم كلمة انا جنبك، حتى لو ما بيقولوهاش بالكلام بس بتحسها بتصرفاتهم. دور على حد يسمعك بس تكون بتثق فيه وتحس ان انت وانت بتتكلم معاه مش بترمي في الفاضي. هو مش لازم يحل، بس مجرد السمع بيريح. ولو هو من الناس الجامدين هيديك حلول وهيشجعك. ليا واحد صاحبي عنده قناة على يوتيوب لسه بادئ زي حالاتي كده، فبدأ يكسل وانا بحاول ان انا اشجعه، لغاية ما امبارح بالظبط بعت له قلت له انت بقالك فترة ما بتسجلش وما بتنزلش فيديوهات، فبالتالي انا كمان هوقف. لقيته بعت لي رسالة قال لي لا وعد خلاص نتفق مع بعض ان احنا نسجل فيديو جديد النهارده ايا كان. وده اللي محمسني وانا قاعد بسجل معاك دلوقتي، مع ان انا في بداية الفيديو بقول لك انا بعمل الفيديو ده وانا يائس تماما ان القناة دي اصلا هتنجح. طب ايه اللي مخليني اكمل؟ ان في حد واثق فيه جدا وواثق في رأيه جدا، انا متفق معاه ان انا هسجل النهارده ايا كان، وموافق ان الفيديو ما يطلعش احسن حاجة. ما هو انت لو سبت نفسك لليأس دماغك هتسحلك، لازم تضحك عليها بشوية حاجات كده علشان تكمل. وانا كمان بسجل دلوقتي ومتحمس جدا علشان هبعت له الفيديو ده بعد ما سجلته، علشان لو ما سجلش هو كمان يتحمس لعله يبقى عنده دم يعني. سابع حاجة، دور على اي هواية حتى لو هتتعلمها وهتكون مبتدئ فيها من الصفر. مارس حاجة بتحبها حتى لو بسيطة، زي الرسم مثلا، زي اي هواية، زي رياضة. اتعلم رياضة جديدة، اتمشى في الشارع، لان المتعة البسيطة دي بتفكرك ان لسه في حاجات حلوة تستحق ان انت تعيشها. في مهارة جديدة دخلت على حياتك خلتك مبسوط وانت بتبذل مجهود فيها. الحياة مش كلها شغل بس او مذاكرة بس او جد بس. تامن حاجة، قلل المقارنات. او اقول لك بلاش مقارنات خالص، مش تقللها، لا شيلها خالص. بلاش كل شويه تبص على غيرك وتقول انا فاشل. وبالذات السوشيال ميديا، كل صوره واحد حاططها مبتسم يحسسك قد ايه انت بائس. اي انجاز صغير غيرك بيعمله وبيشيره على فيسبوك او على اي موقع من مواقع السوشيال ميديا بيحسسك قد ايه انا ضايع. وخصوصا تيك توك وما ادراك ما تيك توك، والارباح الخياليه والناس اللي بتكسب بالمليون جنيه في الليله وحاجات كده. تاسع نقطه ودي مهمه جدا، تقبل وخليك مستعد دايما ان في ايام هتقع فيها. مش كل يوم هتبقى قوي، حتى لو اتغيرت فعلا وحسيت ان انت بقيت احسن. مش كل يوم هتبقى بنفس درجة الايجابية اللي انت فيها، ومش كل مرة هتعرف تقوم بسرعة بعد ما تقع. بس ما تلومش نفسك، ما ترجعش تاني لفكرة انا فاشل. المهم تقوم تاني حتى لو بعد وقت. 10 حاجة، استمر، بس استمر في الطريق الصح زي ما اتكلمنا قبل كده، لان انت ممكن تكون مستمر في الطريق الغلط حتى وانت مش شايف النتيجة. بس استمر في الطريق الصح حتى وانت مش شايف النتيجة، بس مجرد انك بدأت تمشي وفي الطريق الصح ده انتصار. كل خطوة بتعمل فرق حتى لو صغيرة. وفي الاخر خليك فاكر ان مفيش وصفة سحرية او زرار بنضغط عليه بنتغير، بس في طريق، والطريق بيتفتح بخطوة. ابدأ النهاردة بخطوة واحدة بس، ما تكترش يا عم على نفسك، ما تقلش على نفسك، ملناش بركة الا انت. وكل يوم خطوة واحدة بس، وهتشوف الفرق بعد وقت. لو انت حتى واحد بس اللي شفت الفيديو، يا رب الفيديو ده يكون شجعك او عمل فرق معاك. وخلي بالك كل النقط اللي اتكلمنا فيها دي ممكن حاجات نفعت معايا ما تنفعش معاك، وممكن ينفع معاك حاجات تانية خالص. لازم تعرف في كل فيديو حد بيشاركك تجاربه ان دي تجارب شخصية، وان احنا في فروق فردية، احنا مش آلات بنمشي على نفس الكتالوج. ممكن فكرة انا قلتها لك هي ما تمشيش معاك قوي، ولكنها فتحت لك فكرة لو نفذتها تفرق معاك انت جدا. بس احنا متفقين على اننا نتشقلب ونعمل كل حاجة، اننا يكون عندنا قابلية للتغيير ولا نيأس.